بصوا بقى بكل صراحة وصدق كده، احنا النهاردة هنعمل الانجليش كيك. واللي ما عملش كيكة بالطريقة دي يبقى ما كلش كيكة قبل كده. وانا مش عايزة منكم اي حكم غير لما تعملوها وتدوقوها بجد. انا لو عليا كان نفسي اعمل اكبر كمية وادوقها لكل حبايبي، بس بوعدكم هيجي اليوم اللي اعمل لكم بيه الانجليش كيك وادوقه لكم كلكم باذن الله. شايفة القوام بتاعها انجليش كيك، الكيك اللي هو الكيك على اصوله بداية ما اتعلمنا نعمل كيك. الكيك اللي هو الزبيب او الفروتة المشكلة بتبقى متوزعة جوه الكيكاية كده ما بتسقطش تحت. الكيك اللي هو مظبوط مقاديره ما فيهاش، يما ارحميني مقادير يعني مقادير. طيب انا هكتب لك المقادير في صندوق الوصف عشان تعملي قالب اخو اللي انا عملته ده. تمام. والمقادير اللي انا اشتغلت بيها دي عملت قالب صغير، بس انا هكتب لك المقادير بتاع القالب اللي انا طلعته. الفكرة ان هاخد الزبدة والسكر في الكيتشن ماشين اهو، سهلة بسيطة، ولا عجان ولا مضرب بيض ولا اي حاجة، في الكيتشن بتاعتك اهي. اتعمل كريمة، عارفة اتضرب بقى كريمة، هنزل عليه بالبيض ومعاه الفانيليا. انا مش عايزة اقول المقادير قد ايه لان دي مقادير قالب صغير، وانا هكتب لك مقادير القالب الكبير، بوعدك اول ما احمل الفيديو هكتبها فورا. لما نزلت بالبيض والفانيليا على السكر البودرة والزبدة اداني كريمة جميلة جدا. نزلتها كده في البولة بتاعتي بالراحة وبهدوء بالمعلقة السيليكون. طبعا لو عندك مضرب بيض وعايزة تشتغلي بيه براحتك، لو عندك عجان براحتك، بس انا بقولك بكل بساطة اهو. دول 30 جرام زبيب، نقعناهم نص ساعة في مية سخنة، وصفيناهم من المية وقلبناهم مع الدقيق بتاعنا. كل اللي فاضل معلقة صغيرة بيكنج باودر. حنون القالب كله بمعلقة صغيرة بيكنج باودر، أيوة بالظبط كده. أي نوع بيكنج باودر، أنا دايما بفضل بيكنج باودر كوكس، بيديني نتيجة جميلة جدا. قلبت كويس قوي بالمعلقة السيليكون لحد ما الخليط بتاعي اختلط تماما تماما. جبت القالب اهو، بدرته كده بالزيت او الزبدة والدقيق، بس الزبدة غالية فبالزيت يعني براحتكم، ونزلت فيه بالخليط بتاعي كله اهو. سويت القالب كويس قوي، دخلته في الفرن على الرف الوسط على درجة حرارة 180، اخد حوالي 40 دقيقة. بعد ال40 دقيقة جاية بطلعه اهو، لقيته حاجة كده مفرحة. بالله عليكم الشيف لما هيعرف ان انا عملت الانجليش كيك طول عمري اعمل كيك بالزيت، كيك بالزيت، يعني اول مره نعمل انجليش كيك بالزبده. بصي بقى، هو اللي فيه عين وراس يعمل عمايل الناس، هي الحكايه مقادير وطريقه. يلا يا بطه نشوف عملنا ايه. عايزة أقولك إن ريحته بجد حاجة مختلفة تماما عن كل حاجة بنعملها. القوام كمان مختلف. هسيبه بس يبرد شوية وبعدين هبدأ إن أنا أتعامل معاه، يعني أتعامل معاه. هسيبه بقى يبرد شوية، وبعد ما برد جبته سلكته بس كده بالراحة بحرف سكينة ناعمة أو بالمعلقة السيليكون. وزي ما انت شايفة القالب مستوي من كل ناحية، عايزين نفتح نشوف قلبه من جوه. هل الزبيب اللي احنا حطيناه بالتركة دي، وبرضه هكتب لك تركة الزبيب في صندوق الوصف، هل فعلا اديتني النتيجة اللي انا عايزاها؟ شايفة الزبيب متوزع جوه الكيك ازاي؟ كل طرنش بتقطعيه فيه زبيب، مش قاعد في الارضية وبس. طبعا لو كان فيه فروتة مشكلة وحطيناها كان بقى شكله خرافي، بس انا بوعدكم ان انا هعمله تاني مرات ومرات لانه عجبني جدا جدا. وتقدري تستخدمي اي نوع زبدة عندك، زبدة فيرن، زبدة نيوزيلندي، زبدة جنة، يعني اللي موجود تقدري تستخدميه. هاخد حتتين والشيف كان جه من الشغل هروح ادوقه بقى. لحد هنا الفيديو بتاعنا خلص. اللي حابب يخرج ويسيب الفيديو يعني خلاص اوكي، مفيش اي معلومات تانية. اللي حابب يقعد يهزر شوية الفيديو بتاع الشيف. حودة، نعم. عملت حاجة النهاردة. اشوفها واحكم عليها. يا سلام، ده ايه الرضا اللي انا فيه ده؟ طب شوف. بشتري دماغي. بتشتري دماغك؟ طب يلا. انجلش كيك. ايه ده؟ عرفتها لوحدك؟ بالامانه اه
جاب طريقته منين؟ جايب ايه؟ طريقته منين؟ لا مش هقول، بس مش من عندك والله. ما انا عارف، هو مش كل حاجه تبقى من عندي، بس هو حلوة. يعني هو حلو. مم. طيب ال يعني بيقولوا الراجل الانجليزي اللي عاملها بيقول ان ده الانجليش كيك على اصوله، اللي هو ده الصح ودي المقادير الصح، ولا لبن ولا زيت ولا القصص الهبل دي. قال كده صح؟ لا الزيت لا، ما بتتعمل بالزبده. بزبده ماشي، واللبن لا 300. هو المفروض كواترو اللي هو 150 زبده، 150 سكر بودره، 150 دي قد السكر قد الزبده. انا عايزه اقول لك على حاجه. انا كل مره هصطادك وانت جاي من الشغل مضروب على دماغك، مش مفكر في حاجه كده، قاعد محترم وهادي ومؤدب. اصل هو كلامه صح، الراجل دوت هو فعلا. لا مش كده، يعني انت ما قلتليش ايه اللي انت عاملاه ده، بس ايه رايك؟ طعمه حلو؟ لا ممتاز طبعا. اصل هو فعلا انجلش كيك اللي على اصوله زبده وسكر بودره ودقيق وبيض وفانيليا وبيكنج باودر. شكرا. بس على فكره بقى والله العظيم اطعم كيك دقته، مش عشان انا اللي عاملاه. حلو. هنا انا هعترض ولاول مره هشهد للجماعه بتوع اليوتيوب وبتوع الفيس. قولي لي ليه؟ المقادير اللي هو قالها او اللي انا عارفها يعني بتاعت الانجليش كيك ريتش غنيه، لان ده ربع. بس بتاكل كيك. معلش، ده ربع زبده وربع سكر بودره، ربع دقيق، 5 بيض، معلقه صغيره بيكنج باودر، باكون فانيليا، فقط لا غير. وبياخد فروته مشكله وبياخد زبيب، وضد الفروته شكلها والزبيب في الدقيق الاول عشان ما يسقطوش في القاع بتاع الكيك. يا ابني وانا جايباك اعمل لك امتحان؟ انا بسالك ايه رايك. الله اكبر. ايه رايك بقى؟ لا هي حلوه فعلا. هنا عندي اعتراض مع بقى الزبده. الكيكه دي ريتش شويه وغنيه، فلما تيجي حد من الساده المصريين الفلاسفه اللي بتعمل بكوبايه الدقيق 50 رغيف عيش وبتاع، هو ده اللي انا بعترض عليه. لكن لما تيجي تعمل كيكه زي دي وتبدل وتحط لبن وزيت، فانت بدلت الماده الدهنيه بالزيت وزودت باللبن، رفعت الماده الدهنيه برضو معاكي، بص يا باشا، فهي وفرت. انا عامله طرق كيك كتيره جدا، بس بجد ايوه، ما هو انا عامل فراخ بلدي وعامل فراخ بيضه. دي كيكه تحس ان بنتك بقالها اسبوع تقول انا عايزه اكل كيكه زي اللي بنجيبها من بره، بس دي احلى. كيكه بره دي كلها محسنات، ما بعملهاش ببيض كمان والله العظيم، ولا بيض مجفف. لكن ديت لما هم بقى يوفروا ويعملوا لبيتهم. جربوها والله العظيم هتعجبكم جدا، من غير حلفان هتعجبكم جدا جدا، جربوها. أي فعلا. باي باي. باي.